بعد كده احنا خلصنا الكنيسة هنا، وسيدنا بمحبته الكبيرة برضو وجه وصلى، وكان برضو حد الزعف. فيعني احنا محظوظين مع سيدنا بالمناسبات الجميلة. في الكنيسة في الدور الأرضي كان في حد الزعف، وفي الكنيسة هنا برضو الكنيسة الكبيرة هنا باسم العائلة المقدسة برضو كان في حد الزعف، وكانت فرحة عظيمة جدا جدا. بعد كده ابتدينا عملنا المعمودية فوق. ندشن هذه المعمودية على اسم محمد المهدي حين براءة ونور في نور اسم رؤوف الجيفة في الكنيسة شيري اسمه محمد السلطة شوي سامين اسم رؤوف الجيفة ابن مؤيس والبراكين. وتوالت المباني، بنينا برضو الدور اللي فوق الكنيسة وأيضا الدور اللي بعد منه، ونشكر ربنا إلى الآن ما زلنا مستمرين. لكن دي كانت كده لمحة سريعة جدا عن قصة المباني، لكن في حكايات وأسرار فيما بعد إن شاء الله في فيديوهات تانية ممكن نحكي عن الكنيسة، اللي من ضمنها الكهرباء ومن ضمنها المية ومن ضمنها الغاز، إن هم يدخلوا الكنيسة، وكل واحد أو كل حاجة من دول ليها حكاية ورواية، ويد الله العزيزة القوية كانت شغالة. ربنا يحافظ عليكم، وإن شاء الله نكمل مع بعض فيما بعد لفيديوهات تانية ونحكي الحكايات الجميلة للكنيسة، كنيستنا الحلوة، إن في كل كنيسة فيها حكايات وروايات عظيمة جدا جدا جدا، ويد الله العزيزة شغالة وهتفضل شغالة على طول. ربنا يحافظ عليكم.